الضابط الخليقة بأسرها. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. سعيد جدا إن أنا أبعت لكم رسالة في عيد الميلاد المجيد. بداية جميلة وبداية سنة جميلة، ربنا يبارك يا رب ويحفظكم. سعيد جدا بنعمة ربنا وبمحبته لينا السنة اللي فاتت كلها. حاجة جميلة خالص خالص، بنشوف ولادنا وبنشوف الخدام ونشوف الكنيسة من مجد لمجد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون السنة اللي جاية سنة بركة وامتلاء وإثمار. لو عايزين نقول كلمة في بداية السنة الجديدة، نسبح مع الملائكة المجد الله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. تعالوا احنا كمان نشارك الملائكة في التسبيح. الإنسان المسيحي في كل مكان هو بركة، هو ملاك، هو مسبح، هو بينقل صوت السماء اللي على الأرض. خلينا احنا كمان نكون كارزين، نكون احنا كمان ملائكة. بيقول في مزمور 103: باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين قوة العاملين إرادته، سبحوه ومجدوه. خدامه العاملين إرادته، يعني الملاك من دوره إنه أو صفاته مقتدر قوة. الإنسان المسيحي اللي يحب يتشبه بالملائكة هو إنسان مقتدر قوة، إنسان قوي يقول لا للغلط ويقول للصح، يقول أنا هقف أصلي، أنا هقول لا للخطية دي، أنا همتنع عن الموضوع ده لأن الموضوع ده ممكن يحزن قلب ربنا. عشان كده خلي الإنسان دايما، الإنسان المسيحي اللي يحب يتشبه بالملائكة هو إنسان قوي. دايما الملائكة مقتدرين قوة. نمرة 2، الملائكة بيقول كده صانعين قوله. الملاك هو إنسان، هو كائن مطيع. شوف الملاك غبريال يجي للست العذراء ويبشرها ببشارة عجيبة: هذه العذراء تحبل وتلد ابنا. أيضا الإنسان المسيحي هو ملاك مطيع لكلمة ربنا، مطيع لوصية ربنا. إحنا كمان ياريت نكون بنسمع كلمة ربنا وبنخدم بيها أولادنا، نقعد مع أولادنا في البيت، نقعد مع أسرنا صانعين قوله. دايما أسأل نفسي الموضوع ده في الوصية ولا بعيد عن الوصية؟ في المسيح ولا بعيد عن المسيح؟ خليني أقدم حب لولادي ولأسرتي في المسيح. ثالث حاجة، الملائكة يسبحوا، هم بركة ويباركوا الله. هل أنا كمان سبب بركة لولادي، سبب بركة لزوجتي وأسرتي، سبب بركة في خدمتي في شغلي؟ رب المجد يقول لإبراهيم: مبارك تكون وتكون بركة. ربنا بيباركه وبيقول له كمان أنت هتكون بركة. الإنسان اللي عايز يتشبه بالملائكة بيكون بركة، بركة في كلماته، بركة في تصرفاته، بركة في بيته، بركة في تربيته لأولاده. يدخل البيت سبب بركة، يدخل الشغل سبب بركة. هل أنا سبب بركة لولادي وإخواتي؟ هل أنا بكلم ولادي وإخواتي علشان يكونوا ممتلئين؟ كل كلمة بوصلها لإخواتي أو زمايلي في الشغل هي سبب بركة ليهم. فالملاك يبارك الله ويسبح الله، وأنا كمان في كياحته في التسبحة بشارك ربنا في عمل التسبيح. آخر جزء، خدامه الصانعين قوله. علشان نتشبه بالملائكة السنة دي وتكون سنة بركة، أنا محتاج أكون خادم لرب المجد. رب المجد يقول كده في إنجيل يوحنا إصحاح 21: يا سمعان ابن يونا، أنت بتحبني؟ يقول له أيوة يا رب. يقول له ارعى خرافي. علامة الحب كرازة. احنا كلنا بنحب ربنا، بس علامة الحب ربنا بيعلنها في كلمة واحدة: ارعى خرافي.
ارعى ولادك، ارعى زوجتك، ارعى بيتك، ارعى أصحابك في الشغل، اخدم. بتحبني؟ اخدم. تعالوا نفتكر مع بعض عمل الملائكة في سنة مباركة، سنة جميلة علينا، وربنا يدينا نعمة وبركة إن احنا نكون متشبهين بالملائكة، مقتدرين قوة، صانعين قوله، باركوه يا جميع ملائكته، وأخيرا خدامه الصانعين إرادته. ربنا يبارك حياتكم، كل سنة وأنتم طيبين، ونسبح مع الملائكة المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.